بدأت دماغي تجيب وتودي في أسئلة غريبة، بس برغم كده قفلت عليهم الباب وطلعت أقعد على المكتب بتاعي تاني. وبعد دقايق معدودة وصل دكتور أحمد، وكان شكله هادي ومرتاح جدا، وأول كلمة نطق بيها من ساعة ما دخل باب العيادة: الحالة اللي جاتلك يا نعمة سابت لك ال5000 جنيه؟ قلت له يا دكتور، وعديتهم وحطيتهم في الدرج. قال لي طيب تمام، أنا هدخل لهم دلوقتي، وما تدخليش أي حد علينا، ولو جت أي حالة تانية خليها قاعدة هنا لغاية ما أخلص. قلت له طيب تمام. وبعد كده دخل دكتور أحمد الأوضة رقم 1 علشان يلبس الجلافز بتاعته ويعقم نفسه كويس، وبعد كده اتجه للأوضة رقم 2. بعد ما دخل دكتور أحمد الأوضة رقم 2 بعديها بدقيقتين بالظبط طلعت البنت صاحبة المريضة. بعد ما طلعت كان باين عليها القلق والتوتر جدا، لدرجة إنها ما قعدتش على كرسي وفضلت رايحة جاية في العيادة كلها. وبعد كده دخلت واحدة تانية عندها حوالي يجي 40 سنة، وعلى طول سألتني: فين دكتور أحمد؟ أنا عايزاه ضروري. قلت لها ممكن تتفضلي هنا شوية، هو معاه حالة حاليا. وبعد حوالي ربع ساعة طلع دكتور أحمد من الأوضة رقم 2